جه الوقت إني أتكلم عن ويجز، بس قبل ما نبدأ كلام عنه في حاجة مهمة عايز أقولها لكم. بصراحة كده كلكم هتوحشوني جدًا، لأن ده غالبًا آخر فيديو طويل هاعمله، وباقول غالبًا عشان ممكن يعني يكون في فيديو إضافي يعني، بس لسه هنشوف، وده هيحصل بسبب إن في تغيير كبير جدًا هيتعمل الفترة الجاية، بس أنا عارف إن أنتم كده هتكونوا معايا وفي ضهري، لأن عارف إنكم loyal جدًا وبتحبوني وأنا كمان باحبكم. أنا عارف إن الكلام يبان مبهم دلوقتي بس هتفهموا كل حاجة مع الوقت. المهم بقى كفاية دراما وكلام عاطفي لإني باتكسف ويلا بينا نبدأ. ويجز واحد من أقوى الرابرز الموجودين، وهو حاليًا ما يعتبرش رابر لأنه اتجه أكتر إنه يكون artist ويعمل أغاني بوب، بس تمام يعني تراكاته القديمة تشفع له، وطالما هو كده مبسوط يبقى خلاص، وأنا مش جاي أنظّر على حد، أنا مجرد مستمع باسمع وخلاص. والنهارده بقى جاي أقول لكم على إيه أجمد 10 تراكات ويجز عملها طول مسيرته، وطبعًا الكلام ده كله حسب وجهة نظر أنا، فأنت عادي ممكن يكون رأيك مختلف عني مش حوار، وغالبًا أصلًا في الليستة دي مش هتلاقوا حاجة فيها الويجز الحالي غير ممكن تراك واحد، وده بيوضح لك تقل وجمدان ويجز القديم مقارنة بنسخته الحالية. بصراحة كده ويجز بتاع زمان كان غير. أنا عارف إني من شوية قُلت إني مش بانظّر، بس أنا فعلًا مش بانظّر، أنا باوصفه بس. كان وحش كده فاهم، ما كانش في تراك بيخيّش منه. المهم قبل ما نبدأ في الترتيب معانا 3 تراكات إضافيين موجودين فوق الليستة اللي معانا، ودول ممكن تعتبرهم ضيوف شرف، عشان بصراحة كده ما ينفعش ما يكونوش موجودين طالما بنتكلم عن ويجز. وضيف الشرف الأول معانا هو تراك دورك جاي. ضارب من كله أنا ضارب حي. حتّة كبيرة جدًا ويجز عملها وأكيد كل اللي بيتفرّجوا دلوقتي عارفينها، وتراك دورك جاي كان وراه قصة، واللي هو إن ويجز عمله أصلًا عشان يدِس فيه محمد رمضان، أيوه محمد رمضان اللي هو number one دوّة، وده عشان كان في خلاف ما بينهم تقريبًا على إعلان أو حاجة زي كده، وأنا بصراحة مش فاكر الحوار ده لإنه قديم جدًا. ما علينا، ما حدش يقدر يقول على تراك زي ده إنه وِحِش، وما ينفعش تراك زي ده يكون برّه الليستة بصراحة. على الأساس أجي مشي على الحديدة أجي من الليل. تاني ضيف شرف معانا هو تراك bad days. بيبي ديزاينرز وكلوزت ويفي انت اللي جيدي وبتشتي في جيبي. وده التراك الوحيد اللي معانا من الإيرا بتاعة ويجز الحالي، ده أنا باشوف إنه من أحسن التراكات اللي ويجز عملها الفترة الأخيرة. تراك مزيكته جامدة جدًا واللون ده ضبط على ويجز أوي. بويز وجيتو في قلبنا طيارتي ستوك مش متونة بركب. وعامةً لو ويجز يعمل تراكات زي كده بنفس الحلاوة والجمدان ده، فأنا هاكون أول واحد يقف في ضهره وبيدعمه. والمهم آخر ضيف شرف معانا واللي ممكن يكون مفاجأة ليكم هو تراك الزار. ما نحبوش نفترق نلعبوش في الدرع احنا 5 علينا وانتو مش. تراك جامد وكل حاجة بس بالنسبة لي صعب إنه يتحط في الليستة بصراحة، وهو ذوقي كده بقى استحملوني. المهم خدنا ودينا كتير مع بعض أهو، يعتبر سخنا كويس، نبتدي بقى في التوب 10. والمركز العاشر معانا تراك من تراكات ويجز الأيقونية وهو ساليني. ياه فاكر أنت الفترة دي؟ أنت تسمع البيت أصلًا لوحده تحس بالنوستالجيا. زيك ما على شمعة الظروف قدوتك وحياتي. رجعنا بالزمن سكة 6-7 سنين، ودي كانت من أوائل الهيتات اللي ويجز عملها، وتراك رايق جدًا ويجز عرف يقدم نفسه فيه بشكل قوي، وتراك عرفنا إن ويجز عنده كتير يقدمه ساعتها، وأكبر دليل على كده إن التراك عاش لحد دلوقتي وبيتسمع، ودي أكتر حتة باحبها في التراك وتعتبر الحتة الأشهر منه. ساليني انت خدعة كبيرة جمالك نروح بقى للمركز التاسع معانا وهو تراك سكيورتي. ناس كتير عليا بصة مش عاجبها المنظر تحت الأزرق في طفرة. طالما باتكلم على ويجز فلازم أجيب سيرة التراك ده، تراك سوداوي وحزين، وطبعًا كلنا عارفين إن ويجز بيعرف يعمل اللون ده جدًا، وأغلب تراكاته المشهورة والهيتات حزينة أصلًا، ما شاء الله هو صوته حلو في التايبات دي بالذات فبتودي معاه، والتراك ده كان طالع عليه ميمز كتير ساعتها، عارف أنت الميمز بتاعة الشتا دي اللي هو بيقول لك مش عارف تراك مين ومطر وقهوة سادا سكتو، هو ده بقى الحاجات الcringe دي كانت بتتقال مع التراك ده، وعلى أغاني فيروز برضه بصراحة. المهم التراك الليركس بتاعته سوداوية بتتكلم عن فكرة الوحدة عامةً، يعني ويجز بيقول صاحبي مفيش بشر غيرنا 7 مليار وأنا في وحدة صاحبي البعيد باختصار ويجز كان متحوط بناس كتير بس مع ذلك برضه كان حاسس إنه وحيد، وبصراحة اللي خلى التراك دوّة في الأواخر كده إن ويجز ما كملش التراك بنفس القوة اللي كان بادئ بيها، بس مع ذلك برضه يعتبر جامد جدًا وأنا باحبه. والتراك اللي بعده معانا في المركز التامن هو منحوس. أنا منحوس جيلي اتمرد جيلي اتغرب جيلي يجرب. تراك سوداوي وواقعي، ويجز بيتكلم فيه عن قضية أو topic بحد ذاته، بيتكلم عن التعب والشقة اللي شافه الجيل دوّة، تحس إنه بيرد على الناس الكبار اللي بتقول للي رايح واللي جاي أنتم جيل بايظ أو جيل تافه، تحس التراك ده معمول عشان يسكت كل الناس اللي بتقول كده. جيلي طرب جيلي شرف جيلي عايش تحت الضغط. والتراك بالنسبة لي بدايته كانت قوية جدًا وحلوة، بس باقي التراك كان أقل منها في المستوى، وخصوصًا برضه إن التراك 4 دقايق فهو مش تراك قصير، ودي أحسن حتة في التراك بالنسبة لي. كلنا بنعاني تيجي عليا ليه يعني وتشوف. نروح للمركز السابع معانا وهو أخيرًا مش تراك حزين ولا سوداوي، هو تراك بالسلامة. نوصل بالسلامة ونتوه بالسلامة نوصل بالسلامة.
التراك جامد من كل النواحي. مولوتوف عامل تحفه فنيه مش بيت، ولا ويجز اقول ايه على ويجز في التراك ده. رجولة وعتال رجولتكم غزال انتوا شوية كسول. تراك مليان باور وهيبره، ما فيهوش حته فيها زهق، كل شويه في حاجه جديده بتحصل، سواء في البيت بقى اللي الميلوديز كل شويه تطلع وتنزل، او حتى من ويجز. ما بنهربوش بنترفعوا زميلكوا المادة بتضيعوا يا ما جت تخين ورفيعوا. واللي كان مغرق البيت في لوهات جامده مفهومه بقى او حتى كمان مش مفهومه. في التراك ده كانت بدايه جمله ويجز الونش. ويجز الونش هرفعكم كلكم بنش محفظتي المهم حاسس اني اتكلمت كتير عن التراك ده، فتعالى نروح للي بعده. وفي المركز السادس معانا تراك مش فير. ما عليناش مع حد يا حاسدين الغير فانكو خرزة زرقاء لو ما تراك راب من ابو قديمه. التراك ده كان سبب في ان حوارات كتير تحصل ساعتها، زي مثلا نكشات رايحه جايه بينه وبين ابي يوسف في الستوريز وكده يعني. اصلا جوه التراك ذات نفسه في نكش لابي يوسف والمكسيك. مش حمل الجوي مكسيكيان اركب بي ام نحصده سنتك في يوم وجي. والتراك عامه حلو، نفسي ويجز يحن علينا وينزل لنا حاجه زيه دلوقتي. والفيجوال بصراحه جامد فشخ، ده غالبا احسن فيجوال اتعمل لتراك انا شفته في السين المصري. حرفيا الفيديو بيوضح لك كل بار بروشنه، ولا اجدع فيديو كليب. بس قلبي كل هدوء عشان سو كول مين الستايلست. تراك جامد وروش ومليان لعب في الليركس والفلوهات، واكتر حته بحبها في التراك هي دي. الانتاج عندي جوزانياه نادر زي العاد اخويا مستر. تعالوا بقى نبدا في التوب 5. في المركز الخامس معانا تراك حواري. حواري بتربي والدنيا بتعلم الغلط بيندم الصحاب بتسلم الخوان اللي عمدوا بيتسم. تراك من اجمد فتره لويجز، فتره ويجز ابو شعر ازرق. ستايله كان جامد فشخ بالمناسبه، وساعتها ويجز ما كانش مهتم براء الناس فصبغ شعره ازرق. هو قال كده في انترفيو، انا مش بجود يعني. 23 سنه قلت مرة تحت الأزرق في طفرة. كنت عامل شعر ازرق ساعتها. حصل صحيح. حصلت بس ما كانتش فارقه معايا والله، ولا رايك ولا رايي ولا راي اي حد في الناس اللي قاعدين دي كلها. المؤاخذه يا جماعه. التراك بيتكلم عن الشارع والحواري عامه، ويجز بيديلك فيه الخلاصه اللي اتعلمها من الشارع، من مواقف حصلت له زي غدر الصحاب وكده يعني. بخصم نجريها غير بنت جرينا وللموت جاري وجنبينا يا زي ما مساتك بالي. والتراك موسيقيا رايق، ويجز عامل فيه فايب حلوه، تراك متعوب فيه بصراحه، ودي اكتر حته بحبها في التراك، واللي هي الكورس بتاعته. حواري بتربي والدنيا بتعلم الغلط بيندم الصحاب بتسلم الخوان اللي عمدوا بيتسم. نروح للمركز الرابع معانا وهو حريه. صحابي رجاله مفلس بصيح عمري ما حسيت عمري بيضيع. نرجع تاني بقى للتراكات الحزينه، واللي انا بشوف انها كانت البيك بتاعت ويجز بصراحه. حرفيا برايم ويجز كله في التراكات الحزينه ده، حتى البخت اللي هي ضربت مع انها مش راب بس كانت حزينه برضه، الليركس بتاعتها حزينه، فده ملعب ويجز بصراحه، دي حتته. وتراك حريه واحد من اجمد التراكات الحزينه اللي ويجز عملها عامه. واموت مش لاقي تفسير عايش بطاوع الزمن. كنت اتكلمت عليه قبل كده في فيديو، فمش عاوز اعيد كلامي. المهم تعالى نبتدي بقى في التوب 3. في المركز الثالث معانا تراكين، عشان وانا بعمل الفيديو دوت كنت مسقط تراك قوي جدا ونسيته، فتعالوا نحطه معانا في المركز الثالث مع التراك اللي موجود في نفس المركز، يعني كده معانا الثالث والثالث مكرر. تعالى بقى نبتدي بالثالث المكرر وهو تراك علي بابا. 40 نسخة علي بابا فجرت الطاقة بخ لافا اسمي ده اكتر تراك مهايبر ويجز عمله. الادب ياوي ياوي انا في اي حتة واي حاجة في العالم الحقيقي. وده تاني اجمد تراك تراب شعبي ويجز عمله، تراك جامد فشخ ويجز ودى فيه حلو قوي. انتوا كده بقى وزيرو شعب انا كده جدع كده جدع. ودي اجمد حته في التراك بالنسبه لي. يا تتسايق يا تتلايق طلع له اسنان ويترايق فتح. نروح بقى المركز الثالث معانا وهو لقطه. والحمد لله سمر غير الحمد لله اللقطة حد. وده بشكل قاطع اجمد تراك تراب شعبي ويجز عمله. تراك اصلا رصته مختلفه عن اي تراك تراب شعبي، تراك معمول بطريقه غريبه شويه بس جامده. كمان الميكس ذات نفسه مع انه غريب بس كان لايق فشخ، يعني صوت ويجز معموله كانه طالع من صوت موبايل. بتعيط بنقيبه بنظبطه بنمزج. التراك الفايبس بتاعته جميله جدا، والفيرس التاني بالنسبه لي اجمد حاجه في التراك كله، بالذات كمان في الدخله. ما تعرفش تعمل زي بابا دايما رافع لبن. لا وبصراحه ويجز كان مودي جامد يعني. كترة السكاكين هيموتوا يشوفوني واقع. وانا جات عليا فتره التراك ده الويجز كان رقم واحد عندي، مش عارف اقول انهي اجمد حته في التراك بالنسبه لي عشان كله جامد، بس الحته دي برضو جامده وما اتحطتش فهحطها. بحسنهم على اللي فات تراك يسوى البومات. المهم نروح المركز الثاني معانا هو اكتر تراك حزين ويجز عمله بالنسبه لي يعني، وهو كان نفسي. عيون كتير وكلام كتير مفيش غيري في الكواليس. تراك يعتبر من اجمد التراكات الحزينه اللي اتعملت في السين، ان لم يكن الاحسن يعني. تراك طبعا مش محتاج ان اقول عليه حاجه، انا اصلا كنت متكلم عليه في الفيديو اللي فات، ومش عارف انت ازاي اصلا قاعد تتفرج على الفيديو دوت وما شفتش الفيديو اللي فات، يعني ازاي يعني؟ قول لي. مش مشكله، خلاص الفيديو دوت وروح شوف ده حبيبي. المهم
المهم نروح بقى للتوب 1 واجمد تراك ويجز عمله في كاريره بالنسبه لي برضه، وهو 21. راسي مدينة شوارع الذكريات، عندي زمايل قبروا يتجروا في الممنوعات. عايزك بس تتخيل ان ويجز عمل التراك دوت وهو عنده 21 سنه. هو اصلا التراك اسمه 21 عشان كده، يعني الماستر بيس ديت معموله هو عنده 21 سنه بس. 21 ولساني 60 ولساني سكين ولساني لو تقدر بنعجز بنشيل. التراك بصراحه ما يتزهقش منه ولحد دلوقتي بيتسمع. ويجز عمل كل اللي يقدر عليه عشان يطلع التراك جامد كده. أنا بغير العالم. وبس كده صح، تنساش اللايك والسبسكرايب. نهارك سعيد. جيل ياو، بالنسبة لي انت زي كوباية المية، شعرك مش باين.